عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا اجمل ناس؟ شكرا شكرا الف مليون شكر للناس الحلوة اللي بتكتب لي وبتكتب لي اي كومنتات جميلة. انا بشكركم كلكم، ربنا يخليكم ليا يا اجمل ناس واقفين في ظهري. انتوا دلوقتي يومنا جميل. احنا عندنا هنا في البيت كانوا طالبين مني ان انا اعمل لهم حمام، وقلت يا جماعه الحمام غالي، يا جماعه نفسنا ناكل حمام بقالنا كتير. قلت لهم انا هعمل لكم بقى ايه حاجه كده بديل للحمام. رحت السوق بسم الله ما شاء الله، جبت لهم، حاولت ان انا اجيب لهم ايه فرختين كده صغيرين اهو بسم الله ما شاء الله، هما يعني حلوين اهو. قلت ايه الله اكبر بسم الله ما شاء الله، قلت احشيه لهم رز واعمله لهم بقى بالخلطه كده واوضبه لهم مع ملوخيه مع رز بشعريه. واللي حابب يتفرج ويشوف الفراخ بتتحشي ازاي والحشوه بتاعت الفراخ بتتحشي ازاي بالرز والكبد والقوانص وبتتحشي ازاي، هتبقى احلى من 100 حمام. يتابع معانا الفيديو ده للاخر وهيشوف اجمل فراخ محشيه واجمل حاجه. وهنا دوت البصل والطماطم والفلفل ده احنا هنفرمهم في الكبه مع التوابل، فلفل اسمر وحبه كمون صغيرين وبتاع دوت وجوز الطيب وحبهان، هنفرمهم كده في الكبه. دول بقى اللي هناخد منهم ايه الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنتبلها كده بيها، ندعكها بيها كده ونسيب بقى حبه كده ايه مع معلقه سمنه ولا حاجه برضه هنعملهم واحنا بنحمرهم نعملهم بيهم. هتمشوا معانا بقى خطوه خطوه وهنشوف وهنتعلم من بعض كده. وقلنا خيركم من تعلم العلم وعلمه. احنا طول مع بعض في القناه دي، اي حاجه حبايبي عايزينها يبعتوا لي انا تحت امرهم. والنهارده انا بقول لكم ايه التعليم في الصغر زي النقش على الحجر. انا بقى ايه جبت لكم بقى ايه رموسه حبيبتكم، هي بقى النهارده ايه اللي هتخرط الملوخيه اللي تيتا وتساعدها فيها. وهي اللي على فكره ممكن تعمل الملوخيه بس للاسف هي عندها درس كمان شويه، هتخرط الملوخيه بس. وقالت يا تيتا ايه انا هخرط الملوخيه ليكي وهمشي على الدرس. في الاجازه بقى ان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر، ان كان اجازه نص السنه ولا اخر السنه هخليها تعمل معايا. تعالي يا رموسه بقى ايه سلمي على حبايبنا وانتي اللي تخرطي الملوخيه كده، واوريكم بقى البنات الحلوين بتوعنا الشطار اما بيساعدوا بقى ماما ولا ايه. الله يسلمك يا عسل. يلا عشان ما تاخريش بقى ايه خرطي كده الملوخيه بسم الله ما شاء الله. استني وانتي بتخرطي. شاطره يا رموس جدع. بصوا كان الاول زمان نقول لامنا ايه طب اعملي لنا الملوخيه كده، اعملها لنا الاول كده ونعمل تكتين فيها. انا بقى قعدت اعمل رماس كده لغايه ما وصلت الله اكبر هي اللي تخرطها بقى كلها. شاطره يا رماس. شاطره يا رماس جدع برافو عليك بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جماعه البنات بتاعتنا عسل ازاي. شاطره 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 برافو عليك. طبعا انت عارفه بنعملها ازاي، نحطها في الشوربه وبعد ما نحطها في الشوربه نعمل ايه؟ نطش التوم. جدع برافو عليك شاطره يا رموس. هخش بقى دلوقتي ورماس بتخرط الملوخيه هسيبها تخرطها اهي، واخش بقى اللي انا ايه الفراخ اهي بتاعتنا مغسوله بالليمون ونقعينها ومظبطينها زي الفل الله اكبر. اخش بقى ايه اعمل بقى الكبد والقوانص بالرز واحط فيهم توابل كده واجي احشيهم واسلقهم واوريكمش مع بعض خطوه خطوه. انا اسيبها بقى مع نفسها كده هي تعمل. ايوه حبايبي بصوا احنا حطينا بقى ايه حته تومه اهي تتشوح معانا دي بقى ايه الله اكبر بقى ملوش بقى زفر ولا اي حاجه. وهنشوح بقى ايه فيها الكبده بتاعتنا اهي اللي هنحشيها ايه نحشيها بيها. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا عليها اهي. احنا كده بنشوح الكبده اهي نديها تشويحه. دي الحشوه اللي احنا هنعملها في الايه في الرز. ايوه حبايبي ادي الكبده الجميله بتتشوح معانا في التومه والتوابل وحطينا بصله رفنوعه تديها سكره كده يعني حاجه ما تسكرش يعني اهي. نعمل بقى ايه الرز بتاعنا منقوع اهو وبنضيفه عليه. ده الحشوه الجميله بتاعت الفراخ المحشيه اللي الناس اللي احنا قلنا بنكلمهم اللي ما يعرفوش سنه اولى مطبخ كده، والبنات اللي هم اول مره يخشوا المطبخ يعرفوا، والناس برضو اللي ما تعرفش، واخواتي وحبايبي اللي في الغربه والشباب ادي اهو
ونشوحها مع بعضها في الرز اهو، الكبده مع الرز. وهنضيف عليها ايه؟ سنه ميه بس. فاحنا عملنا ايه؟ حاجه بسيطه خالص. احنا هنعملها نص سوا، يعني ايه؟ النص التاني هيستوي مع الفراخ. ادي اهي، هنغطي عليها وما تستوي بقى، ناخدها ونحشي بقى الفراخ. بصوا يا حبايبي، الخلطه بتاعتنا اهي اللي احنا كنا عاملينها. قلت لكم حبيتين قوطه، قرنين فلفل، واحد مشطشط كده، والتوابل جوز الطيب مع حبهان مع كمون مع فلفل اسمر مع ملح. كل حاجه الملح يعني نص معلقه، ربع معلقه فلفل اسمر، ربع كمون، مرقه دجاج. دي عملناها كده، خدنا منها نصها اما تستوي هندهنها بالسمنه كده فيها ونحطها تتحمر، والنص دوت هنتبلها. وادي الرز بتاعنا اهوت بالكبد اهو عملناه قدامكم. هنعمل بقى ايه هنا؟ الفراخ اهي هنحشيها، نعملها كده ندعكها كده قبل ما نحشيها اهي. تحطيها برضو ايه على فكره، دي بقى ايه تخلي بقى ايه ريحتها خطيره كده اما تدعكيها كده بالحاجات دي، تبقى جميله. وكمان فيها فصين توم كده جمال، والبصل والحاجه يخلي ريحه الفراخ روعه كده. ادي الحاجه اللي انت بتعمليها في البيت، وادي اما تعملي الحاجه والايه، كل واحد على قد امكانياته. يعني اللي عايز يعمل فرخه كده صغنونه كده ويعملها، والله برضه نعمه من عند ربنا. والاسره الكبيره تعمل فرختين، مش هينفع في الفراخ الصغيره دي تعمل ايه فرخه واحده يعني. وربنا يعين الناس كلها ويصلح حال الناس كلها، وكل اللي بيشتهي يا رب اكله ويعرف ياكلها، ويسترها مع الناس كلها يا رب في الايام الصعبه دي، ويسترها معانا. ادي يا حبايبي اهي الحاجه بتاعتنا. وعملنا تحت الجلد كمان اهو. بصوا الجلد بنفتح كده وتحطي تحتيه كده، تدخلي كده، تعملي كده. ويا سلام بقى لو انت عارفه اللي انت هتعملي الفراخ المحشيه دي وتتبليها كده من قبلها بشويه كده، يا سلام تبقى اجمل واجمل. هتشرب من التتبيله وتبقى عسل كده. ادي اهي اتبلت معايا. هنيجي بقى هنا بقى بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الرز بتاعنا الجميل اهو اهو، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. نحشي بقى الرز بتاعنا العسل اهو، شايفين؟ مشوا معايا خطوه خطوه وحبايبي هيبقوا اشطر ناس ان شاء الله. ماما ايام تديكوا خبره السنين، وحبايبها اللي عايز اي حاجه من تحت امر اهي. تك عليها كده، نقفلها كده. عايزه بقى تقفليها بخله تقفليها، عايزه تقفليها ابره وخيط برضو تقفليها، بس الابره تكون ايه بقى مسخناها على النار. احنا عملنا الفرخه دي وهنعمل بقى الفرخه التانيه زي ما عملنا دي بالظبط، وهنقفلها بقى ايه، احنا هنقفلها بقى بالخيط بقى بتاعنا. بصوا حبايبي الشوربه بتاعتنا الميه هتغلى اهي. بصوا حطينا البصله وملح وفلفل اسمر والقراوره حبهان مرقه دجاج دي في الايه الشوربه. نيجي بقى ايه للفراخ بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. ما تيجي بقى تحطيها ما تحطهاش بقى ايه على صدرها عشان ما تفرقعش، تحطيها كده على ظهرها اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وقفلناها واهي، الله اكبر، بالف هنا وشفا لكل اللي ياكل وكل اللي يعمل بالطريقه دي. دي بقى ايه حاجات اللي هي التوابل والحاجات اللي انا كنت عامله بيها مش هتترمي اهي في قلب الشوربه، تخليها جميله وعسل اهي. كده بقى تغلي. وده لو فاض معاكي مثلا حبه رز زي دول كده، بس دول يعني حبه قليلين، لو فاض معاكي حبه اكتر ما ترموهمش، اما الشوربه تغلي زوديهم بيها وسويهم وحطهم تحت الفراخ وانت مطلعه محمراها. ايوه يا حبايب قلبي الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اهي استوت اهي. ادي الخلطه الجميله هنعملها عليها اهي، وهنحمرها بقى ايه في الفرن البوتاجاز، وتبقى احلى فراخ بتاكليها بالطريقه دي. اعملوا الطريقه دي اللي ماما هي بتقول لكم عليها، هتبقى اجمل طريقه باحلى فراخ. ولا تفكري تاكلي فراخ من بره مشويه ولا بتاع، الفراخ دي جميله. بصوا يا حبايبي الفراخ بتاعتنا دي هنحطها في الفرن على الشوايه، تحمر من فوق نقلبها بقى تطلع احلى فراخ. هنيجي دلوقتي بقى ايه نفور الملوخيه بتاعتنا. الشوربه بتاعتنا بتغلي اهي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودي بقى الملوخيه اللي حبيبتي رماس
هي اللي مخرطاها. متنسوش بقى ايه تشجعوها، تعملوا لها كومنتات جميله كده، عشان دي احلى حاجه في حياتي، ربنا يخليها لي يا رب. معانا الملوخيه، تيجي بقى ايه حته تومه صغيره كده تحطيها فيها نيه كده، فرق تغلي بقى معانا. برضو ايه نعمل التومه بتاعتنا كده بمعلقه سمنه كده. وادي الاكل بتاعنا، احلى اكل النهارده، ملوخيه وفراخ محشيه بالكبد جميله وبالرز، احلى اكل هتشوفوه كده من ايدين ماما هي. بصوا يا حبايبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ادي الملوخيه بتاعتنا الجميله الروعه، ادي الله اكبر اهي. بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. عسل عسل عسل، الله اكبر، والريحه ايه خطيره. اعملي بقى الاكل الجميل ده وايه، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الجمال بتاعكم وعملتوا ايه ووصلتوا لفين، وهتشوفوا بقى اكلنا على السفره احلى اكل. ايوه يا حبيبي، شوفوا بقى الفراخ بتاعتنا الجميله والملوخيه العسل الجميله والمخلل والعيش، وشوفوا بقى ايه، هوريكم بقى ايه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الصدر بقى بنقطع منه حته، بصوا الجمال، بصوا الفراخ دايبه دايبه، بسم الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. شايفه عاملينها ازاي، الله اكبر، مع الرز الجميل بتاعنا المفلفل العسل اللي محشيه بيه، واجمل اكل. متنسوش اللايك والاشتراك، واللي اول مره يخش على قناه يوميات ماما هيام ما ينساش الاشتراك. والف الف مليون شكر يا حبايب قلبي على الكومنتات الجميله بتاعتكم، ومع الف مليون سلام. استنى بقى